السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام والصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. دعواتنا لإخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم زل عدوهم يا رب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم يا رب فإنهم لا يعجزوك، اللهم أطعم جائعهم، اللهم احمي نساءهم، اللهم احمي نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، اللهم عليك بهؤلاء الكفرة الملحدين الشرذمة أبناء القردة والخنازير يا رب العالمين. الأهلي يبدأ تدريباته اليوم في التتش بعد راحة سلبية أعطاها مستر كولر لكل لاعبي مباراة مازيمبي في الكونغو، لأنهم بذلوا مجهود كبير جدا، وهذا اللي أنا قلته في الفيديو السابق، وتمنيت أن كولر يديهم راحة فعلا، لأن الرطوبة والحرارة والجو المميت اللي لعبوا فيه ده جو صعب جدا يتحمله أي لاعب في العالم. لذلك كان يجب يعني اللعيبة بذلوا جهد كبير جدا وقدموا أداء رائع جدا، وكان لازم يرتاحوا، وكولر عمل كده فعلا. طبعا اللي كانوا مصابين واللي كانوا بيتجهزوا واللي ما كانوش في القايمه واللي ما سافروش كانوا بيتدربوا طبعا، وما زالوا يتدربوا في خلال الايام اللي خدوا فيها الاجازه اللاعبين، وكله اتجمع النهارده. طبعا لاعبي الاهلي المصابين جميعا الحمد لله جاهزون، بل بالعكس كلهم بيتخانقوا عاوزين يلعبوا. امام عاشور بيتخانق عاوز يلعب، شناوي عاوز يلعب، مروان عطية عاوز يلعب، كريم نيدفيد عاوز يلعب، كلهم بيتفانوا من أجل الأهلي وجماهير الأهلي إن شاء الله. كولر طبعا طلب إخلاء التتش نهائيا من أي صحافة ومن أي يعني إعلام ومن أي حد يكون موجود. وقال اللي كانوا موجودين بس عمال الغرف والملابس، علشان يعني مفيش مجال الا اللعيبه والاداري، الجهاز الاداري والفني والطبي اللي موجود، لان التدريب سري للغايه. طبعا كولر بيدرس انه يعني اي تشكيله يبدا بيها. عنده مروان جاهز ان شاء الله بنسبه كبيره جدا ممكن يلعب، كوكا الاصابه اللي جت في ركبته تحت الركبه ديت ممكن يلعب، اكرم توفيق جاهز، الحمد لله حتى ديانج جاهز، يعني خط النص اكتمل، المصابين كلهم رجعوا الحمد لله كلهم جاهزين. وكولر بيفكر انه يبدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه مع مازيمبي هناك، وهيحدد بس انه مروان عطيه هيلعب مكان مين، اكرم ولا كوكا. اللي هيكون جاهز فيهم هو اللي هيلعب، واللي مش جاهز ممكن مروان عطيه يلعب مكانه، واحتمال كبير جدا ديانج يبقى في القايمه، يعمل لنا مفاجاه كولر ويخليه في القايمه. لكن انا بتمنى من كولر ان احمد عبد القادر يبدا المباراه ويديله دفعه حلوه، بلاش يركنه، بلاش يعني يرجع تاني، يخليه يرجع للخلف، خليه يتقدم للامام، هنستفيد منه وان شاء الله يكون علامه فارقه في هذه المباراه. احمد عبد القادر الجو هنا هيساعده كتير، الجو هناك مش ساعده، ولد اولا زي ما انتم شايفين جسمه ضعيف، لكن عنده مهارات، عنده فنيات، عنده اداء، عنده كوره. نتمنى ان شاء الله ان كولر ما يحطوش احتياطي من اول المباراه. الاهلي يحصل على ما يقارب 50 مليون دولار في حال اشتراكه في كأس العالم او لعبه في كأس العالم 2025 في امريكا. طبعا النهارده الاستاذ محمد شبانه فجر مفاجأة وقال ان الاهلي مجرد بس اسمه راح كأس العالم هيقبض ما يقارب 50 مليون دولار. ايوه كده، هو ده الاهلي. الاهلي هو اللي بيعمل كل حاجه يا جماعه، الاهلي هو اللي بيفيد مصر، مصر ما فيهاش ولا دولار، الاهلي هيدخل لها 50 مليار دولار. متخيلين؟ شوفوا الاهلي بيعمل ايه لمصر، وشوف القائمين على الرياضه في مصر
بيعملوا ايه في الاهلي وبيحاربوه ازاي وواقفين ضده ازاي، ضد جماهيره وضد امكانياته، ومحدش بيساعده نهائيا. الجميع ضده من اول كامل الوزير الى الوزير اشرف صبحي. الاهلي يرفض اي عروض لاي لاعب من اللاعبين الكبار امثال محمد عبد المنعم، امام عاشور، اي لاعب من اللاعبين الموجودين حاليا في القائمه، وذلك للتجهيز لكاس العالم، على راسهم امام عاشور ومحمد عبد المنعم. بعد كاس العالم 25 الاهلي يفكر يعمل ايه. لكن دلوقتي الاهلي رافض اي عروض. يقول لك السعوديه عاوزه امام، يقول لك التعاون عايز امام، يقول لك الهلال عاوز امام، يقول لك فلان عاوز امام. انسى. امام قاعد ومستني ومكمل لغايه اخر ما الاهلي يقول له عاوز تطلع اطلع، ويكون بالاتفاق ده لو حب يطلع. ولكن امام مبسوط جدا بتجربته بالاهلي، مبسوط من الظهير الجماهيري والحاله الجماهيريه اللي هو فيها، ومبسوط من وجوده في النادي الاهلي ومع عمالقه كبار وخاصه محمود كهربا. طيب، لجنه الانحطاط، قصدي الانضباط، تنحط وتعلو في نفسها في الانحطاط أكثر وأكثر، وترسل إلى الشيبي للمرة الرابعة للمثول أمامه. طب أنا عاوز أسأل يعني لجنة الانضباط، أنت عاوز الشيبي ليه؟ حضرتك يا لجنة الانحراف الانحطاط الانضباط، الأهلي مقدم شكوى في الشيبي إنه كسر اللوائح وكسر القوانين بتاعت اتحاد الكرة واتحاد الكاف والاتحاد الدولي وراح للمحاكم المدنية. يبقى انت حضرتك تاخد الشكوى وتروحي مدية عقوبة على طول، لانه كسر القانون واللوائح، وانت محطوطة هنا مزروعة هنا علشان تطبق اللوائح والقوانين. فده واحد خالف. انت بتعوزة منه ايه؟ انت بتناديه ليه؟ انت بتشتغلي ايه؟ طيب يعني لما يجي الشيمي انت هتعملي ايه؟ هتقول له يا شيبي روح اسحب البلاغ. هو مش عاوز يسحب البلاغ، خليه مكمل وخد حق نفذ القانون وخد حق الاتحاد ونفذ القانون واللوائح على اي لاعب يخالف القانون واللوائح. لكن تقول ايه؟ للاسف بيراميدز ضرب عرض الحائط برجلة الانضباط واللي في لجنة الانضباط واتحاد الكرة ورابطة الأندية وكل من يخطر على بالك، ومكمل في المحاكم المدنية، لأنه هو عارف إن الأهلي صعب جدا يأذي مصر. الأهلي صعب جدا يجيب الضرر للمنتخب وللاتحاد المصري. الأهلي صعب جدا يكون سبب في إيذاء أو إيقاف الاتحاد المصري، وهو عارف إن الأهلي مش هيعمل كده. لكن الأهلي لو وصلت إن اللاعب هيحصل له مكروه، الأهلي مش هيسكت وهيجيب حق اللاعب وهيكون عليا وعلى أعدائي. وخلي بقى اتحاد الكرة نايم ولجنة الانضباط بتطبطب، وزي ما هي طبطبت على شيكابالا والجزيري لما قال لك الجزيري حطه صح، كهربا غرموه نص مليون مع الرحمة، 6 مباريات أيضا مع الرحمة أو مع الرأفة. لكن مع الزمالك ومع شيكابالا اوعى وشك محدش يتكلم. ده الصحف في جنوب أفريقيا عرفت موضوع الشيبي وعرفت القضية الشيبي والشحات، ولجنة الانضباط لسه مش عرفت، ولا بيراميدز لسه عرف. بيقول لك بيراميدز محدش بعت لنا حاجة، محدش بعت لنا جوابات في عصر الايميلات وعصر التقدم التكنولوجي والميديا العالية جدا. يقول لك مفيش حد بعت لنا حاجة، من حقك يا ابني. لكن من هذا المكان أحيي اللاعب محمد الشيبي، لأنه ثبت أنه رجل فوق القانون، وأنه رجل فوق اللوائح، وأنه رجل فوق الاتحاد المصري، وأنه رجل فوق لجنة الانضباط، وأنه رجل فوق رابطة الأندية. وضرب بالجميع عرض الحائط وقال لهم روحوا اشربوا من البحر، لا أنا جاي ولا أنا رايح ولا أنا واقف، وأنا مكمل في موضوعي في المحاكم
المدنية. رجل لا يعتبر لجنة الانضباط واللي فيها رجال، لأن الرجل يحترم الرجال، فهذا الرجل لم يحترم هذه اللجنة واعتبرهم ليسوا رجال، وده يعني أمام العالم كله. الأستاذ أبو المعاطي زكي فجر مفاجأة بالنسبة لنا كجماهير أهلاوية، قال لك الأطباء أو الجهاز الطبي اللي موجود في النادي الأهلي رواتبهم أعلى واحد فيهم $300. هل هذا معقول؟ هل هذا الكلام حقيقي؟ تبقى كارثة. الأهلي ليس النادي الذي يبخس بحق أبنائه بهذه الطريقة. الأهلي هو من يقف مع أبنائه ويساعد أبنائه، والأهلي هو مقدر أحمد جاب الله ورفاقه، وكولر طلع شكر فيه وقال إن من أعظم الناس اللي أنا اشتغلت معاهم، وقدم رسالة للجمهور الأهلي إن أنا مفيش أي مشكلة بينه وبين الجهاز الطبي، بل بالعكس أنا مرتاح جدا، بل بالعكس هو من أفضل الأجهزة اللي اشتغلت معايا. فطبعا نتمنى ان الاهلي ينظر للموضوع ده ويحل الموضوع ده، لانه عيب قوي ان يكونوا ده عم حارس بياخد $300 مع احترامي العم $300 مع احترامي لعم حارس، يعني ربنا يديله الصحه، راجل عسل. تمام. فنتمنى ان الاهلي ينتبه لهذا الموضوع، اداره الاهلي تنتبه الى هذا الموضوع. الجماهير الاهلاويه العظيمه شفطت التذاكر. اتمنى أن الأمن يسمح بأكثر من 50,000، لأن مباراة مفترق طرق بالنسبة للأهلي، والأهلي الآن يعني كولر بيجهز وبيتدرب وبيقعد مع اللعيبة وبيقعد منفرد مع اللعيبة، وعيب لعيب ومدرب من اللي معاه، وكل الناس اللي في المنظومة كولر بيجتمع معاها، لأنه كولر الآن من هذه المباراة وخايف من هذه المباراة. 0-0 دي نتيجة غير مطمئنة، لذلك ندعو الله ان كولر يعني يضع يده على التشكيل المناسب، ويكون انه جاهز ويعني ومستعد للمباراة في وقت المباراة، ولاعبينا يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الجمهور اللي هيجي يحضر المباراة حتى يؤازر فريقه. وان شاء الله النصر يكون حليفنا ونصعد الى النهائي باذن الله تعالى، وتكون البطولة ال12 باذن الله تعالى في مدولاب التتش إن شاء الله. حسين لبيب يعترف أنه من أن جاء إلى الزمالك دفع أكثر من 490 مليون جنيه من أجل الزمالك. من أين لك هذا أيها الزمالك؟ جابوهم منين؟ ده يعني لو ده الأهلي، وباعتراف رئيس النادي أهو وقال لك 490 دخلوا الأهلي، أو الأهلي جابهم خلال شهر أو شهرين، كانت قناة البليلة طلعت وعملت لنا 1,000,000 حكاية ورواية، لأنهم هم عايشين بس على محاربة الأهلي وإخراج أخبار مغلوطة للناس عن الأهلي وهكذا. الكابتن جوميز بعد مباراة دريمز قال الفريق متأثر جدا بالإصابات. طبعا الإصابات اللي عنده مين؟ عبد الشافي والونش وعمر جابر وزيزو وفتوح. لما الفريق اتأثر بالإصابات دي، أمال الأهلي نقول له إيه؟ اللي عنده فريق كامل من حارس المرمى للهجوم كان كله مصاب، 11 واحد يا كابتن جوميز. بعد مباراة الزمالك ودريمز الآن تأكدنا بما لا داعي مكان للشك أن الزمالك بدون حكام مصريين لا يستطيع أن يفعل شيء، والدليل زيزو لما راح طلب من الجمهور النزوم على الحكم. طبعا هيقول لك الغندور والحنتور والدرديري والبربيري هيطلع يقول لك ايه؟ طب ما هو الاهلي كان بيضغط اعلامه على ابراهيم نور الدين قبل المباراه بتاعت القمه، بس عشان يعدل، مش عشان يغلط الحكم، مش عشان يخوف الحكم، عشان يطالب بعداله فقط لا غير. الزمالك كان بيلعب مع جماهيره وعلى ملعبه وامام نادي في المركز ال14 ولم يستطيع الفوز عليه لأن الحكام بتوعه ما كانوش موجودين. طبعا تسمع المهياص والهجاص
واسلام الكذاب ومحمد فاروق الخازوق والهلفوت والحتحوت، كلهم يتكلموا عن المباراه دي. يقول لك الزمالك اخطا، يقول لك المدرب اخطا، يقول لك اللعيبه اخطاوا، ما يتكلموش ابدا. انما عن الاهلي يطلع الهجاص ويقول لك ايه، هو كولر ده مدرب تعبان، هو عمل ايه؟ هو عشان خد كاس العالم بروزينة كاس العالم، طب عادي جدا يعني، ما كان بياخدها قبل كده. لكن هو فاد ايه؟ ده فاز على اتحاد جده، سيراميكا او فيوتشر لو لعب مع اتحاد جده هيكسبه. تخيلوا سيراميكا او فيوتشر يكسب اتحاد جده المدجل بالنجوم، خلي بالك. طيب يبقى ده مدرب فاشل. طب انت يا رضا، انت دربت مين وعملت فيه ايه؟ انت بتقعد تنظر على امامك من المدربين اللي بيجوا زي باتشيكو وزي جوميز وزي كولر وزي الناس اللي يجوا، ولا فريرا، وانت اصلا هجاص مهياص. طب يا ابن الحلال انت اصلا فاشل. ده انت خدت طنطا وديتها بره الشارع، مش بره الدرجات، نزلت كل الدرجات وبقت في الشارع، وبتتكلم على المدربين العظماء دول. يا هجاص انت يعني نفسي مره تبقى كده بني ادم، وتبقى راجل صادق وتتكلم بما يرضي الله، تبقى محلل معتمد. انت الان محلل هجاص. احمد سليمان، ندرس تقديم بلاغ للفيفا باحقيه الزمالك بلقب نادي القرن. هم دول الزلطحين. المتحدث الرسمي للزمالك احمد سامي نجهز ملف كامل محكم لنقدمه الى الفيفا لاسترجاع نادي القرن المسروق من النادي الاخر. احمد عيد ابو دان على قناة الزمالك، نتمنى فوز فريق مازيمبي الشقيق على الاهلي. رسالة الى شلبوكة بتاع 6 عواطف 6 انشراح. سؤال يا شلبوكة، لماذا تأجلت مباراة الزمالك والمقاولون؟ اسألي كده يا شلبوكة وتقولي لنا اتأجلت ليه. فينك يا خضري انت والهجاص وعبد الجواد والهبيدو والاعلام الفاسد، يطلع يقول لنا ليه اتأجلت مباراة الزمالك والمقاولون. بس قولوا لنا ليه، ما هو السبب؟ هزومة محلل في الدوري السعودي، قنوات SSC، يعتبر مقيم في السعودية، محلل في اون تايم سبورت، مقدم برامج براديو تايم سبورت، عضو مجلس نواب، عضو اتحاد كرة، مسؤول عن المنتخب المصري. بقول لك يعني هي مصر ما فيهاش الا عزومه؟ يعني مثلا الرياضه اللي ما فيهوش الا حازم امام، يعني هو اللي يعمل كده، هو اللي يمسك ده كله، هو اللي اشتغل ده كله. اضحك مع عمرو الدرديري، قال لك الزمالك تعادل مع دريمز. كانت مباراه قويه من الزمالك ودريمز. قويه؟ قويه. بما ان الزمالك فاز على الاهلي الكبير والعظيم، هو بيقول كده، وتعادل مع دريمز الصغير، يبقى دريمز اقوى من الاهلي. يبقى بتلومونا ليه؟ صحيح بنلومك ليه؟ ده انت راجل مدردر. يبقى هنلومك ليه بقى يا عم الدرديري؟ اخيرا الغاء مباراة اتحاد العاصمة والنهضة بركان، وتحويل الموقف الى الشؤون القانونية في الاتحاد الافريقي، وذلك للبت في هذه المباراة بعد مصادرة اللبس بتاع نهضة بركان وعدم اعطائه لهم اثناء المباراة. انسحب الفريق وتم ابلاغ الاتحاد الافريقي على ذلك، وتم الخروج من المباراة والرجوع الى المغرب. وهنشوف الاتحاد الافريقي الفاسد ايضا هيعمل ايه. الى هنا نكون انتهينا من هذا الفيديو، على امل ان نلقاكم. دمتم وفي امان الله. ارجوك ادعم القناة، اعمل لايك، شير الفيديو، علق، عشان نقدر نقف ونحارب اعداء الاهلي دايما، ونكون حائط صد عن الاهلي باذن الله. الى اللقاء.